$5 مليون و602 سبيكة ذهب ومعادن وأسلحة وذخيرة، كل ده في طيارة خاصة. ده مش فيلم أكشن يا جماعة، دي حكاية الطيارة اللي خرجت من مطار القاهرة واتمسكت في زامبيا، وصاحب الطيارة كان هو المفاجأة. تعالوا نقول لكم الحكاية. الدنيا كلها مقلوبة على الطيارة الخاصة اللي اتمسكت في مطار زامبيا، وكانت جاية من مصر ومعاها خير البلد كله، من دولارات لذهب لمعادن لأسلحة وذخيرة، وما خفي كان أعظم. وواضح كده إنه الخطة كانت مسبوكة بالملي، لأن كل الحاجات دي خرجت على طيارتين. الطيارة الأولى جلوبال إكسبريس، ودي اللي كانت عليها مغارة علي بابا، وكانت مليانة الذهب والدولارات وكام سلاح خفيف كده. أما الطيارة التانية واللي كانت خاصة برضو، دي بقى ما كانتش محملة قد كده، يا دوبك كام سبيكة مدبوغة، أو بمعنى أصح مخلوطة بمعادن نفيسة زي النحاس والنيكل وحاجات تانية خام زي ما هي. طب ومين الأشخاص اللي كانوا عليها؟ كانوا 10، منهم 6 مصريين ومواطن زامبي وهولندي وأسباني، لكن برضو ما تمش توضيح هم مين وأصلهم وفصلهم إيه. والمثير للجدل أكتر كان رحلات الطيارة. الطيارة اتحركت في 361 رحلة، منهم 128 رحلة كانت نقطة انطلاقها وعودتها للقاهرة. خلال رحلتها دي زارت تل أبيب وقطر وليبيا ودبي، وكان في رحلات داخلية لمطار العالمين الدولي. كل ده والطيارة بتروح وترجع في نفس اليوم، وكأنها في مهمة رسمية. الوقت الموجود هو وقت السفر وبس. مفيش حاجة أكدت لحد دلوقتي إن الطيارة مصرية، أو حتى إن صاحبها مصري. ده حتى البيان اللي طلعته زامبيا ما ذكرتش فيه إن الطيارة مصرية. كل اللي تم التوصل ليه هو إن الطيارة بتديرها شركة فلاينج جروب ميدل إيست، وهي مؤسسة أوروبية تم إنشائها بغرض دعم الطيران المدني والعسكري، ومقر تشغيلها دبي، وتم تأسيسها سنة 2020. طب إزاي قدرت تدخل وتخرج من مصر كل المدة دي؟ يقال إنه ده بسبب إنها كانت بتنزل مصر ترانزيت، والرحلات الترانزيت مش بيتم فيها تفتيش الطيارة. الغريب بقى إن كل المواقع المصرية اللي كانت بتكتب عن الموضوع مسحت الأخبار، ومحدش اتكلم نهائي عن الموضوع. وده اللي خلى الشبهات بتحوم حوالين رجال الأعمال اللي عندهم طيارات خاصة في مصر. دلوقتي جه دوركم تقولوا لنا شايفين مين هو صاحب الطيارة دي؟ والفلوس دي كلها تفتكروا كانت رايحة لفين وغرضها إيه؟ شاركونا علشان نعرف مصلحة بلدنا.